لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحكمة تنظر في محاكمة المدير المالي للبرهان. تنظر المحكمة الجزئية بالخرطوم شمال برئاسة القاضي طارق عبد اللطيف في محاكمة المدير المالي لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اللواء محمد الفاتح، الفقي محمد علي، ذمة دعوى مدنية وتشهير التفاصيل وفقا لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن هنالك مبالغ مالية لضباط وأفراد في الكتيبة الرابعة التي شاركت في التحالف العربي بدولة اليمن في 2017 وحتى 2018 لم يتم منح المشاركين مبلغ 9,000 دولار والتي تدفع للقوات المشاركة هناك، وأن المشاركين والبالغ عددهم 267 ضابطا وفردا من القوات المسلحة تم تسليمهم مبلغ 500 وأيضا مبلغ 5100 دولار فقط، مما دفع المشاركين مطالبة وبقية مستحقاتهم بعد أن فشلت كافة المحاولات بالحصول على أموالهم بالطريقة الودية، وتم تدوين بلاغ مدني ضد اللواء محمد الفاتح بصفته المدير المالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.